السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنغير شويه في طريقه البانيه. هنعمله طريقه جديده وسريعه، مش هتبطلي تعمليها، وفي ربع ساعه بتكون جاهزه معاكي. وهنعمله مع بعض الرز المبهر، بس بالرز المصري. بس لو اول مره تشوفيني، انا مروه. اتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناه مطبخ مروه، عشان يجيلك كل جديد. طبعا احنا زهقنا جدا من الطرق التقليديه بتاعه البانيه. يلا بينا نغير شويه، والطريقه دي هتعجبك جدا. نعمله الرز الأول مع بعض. عندي هنا قرفة وكاري وكركم، وعندي ليمون مجفف، وعندي 2 حبهان فصين حبهان، وأربع فصوص قرنفل أو مسمار للناس اللي بتقول عليه كده، وعندي ورق لوري، وعندي قرفة خشب. المفروض كمان يكون عندي بهارات كبسة، بس ساعتها ما كانش عندي، بتفرق في الطعم. هنزل بسمنة هنا، وهنزل أشوح البهارات مع بعض. اول ما ريحتها تطلع كده بتفرق جدا في الطعم. اول ما ريحتها تطلع هنزل عندي بالرز، وهنزل بملح، وهنزل عندي بمرقة دجاج افركها كده وانزل بيها، وهنزل عندي بالمية بتاعتي المقدار المظبوط. طبعا ده رز مصري اللي هو كوبايتين، بياخدوا كوبايتين مية عادي جدا. لو جربتي الرز ده مش هتجيبي الرز البسمتي ابدا، لانه طبعا غالي جدا. جربي ده وهيعجبك جدا. عندي هنا نص كيلو بانيه قطعته مكعبات كده. بيبقى سمكه يعني معايا كده كويس، ولا تخين ولا رفيع قوي. تمام. هسخن الطاسة جامد جدا جدا، عشان مش عاوزة عندي قطع الفراخ تنزل مية. هسخنه جامد جدا ومن غير اي مادة دهنية ولا اي حاجة دلوقتي خالص. بصوا، الاكلة دي لازم تنزل من على النار تتاكل على طول. هي ما بتاخدش اصلا الفراخ 10 دقايق، والرز ربع ساعة، والرز بيقرب يستوي بنعملها. تمام. هنا عندي نزلت بفلفل اسمر على الوش كده، وخلاص لو نزلت شوية مية هستنى. هنا عندي الرز خلاص اتشرب وطيت عليه. الريحة بتاعت الرز بتبقى تحفة. ويا سلام بقى لو عندك شوربة، تحطي جزء شوربة وجزء مية على الرز، بيبقى فظيع. هنا بصوا، انا فضلت سايباها لحد لما نزلت ميتها وشربتها. اول ما اللون بتاع البانيه يتغير كده هقلبه على الناحية التانية، وهنزل برضو عندي بشوية فلفل اسمر. بصوا الجزء التاني يعني اما نزلته على الجنب التاني نزل برضو ميه، استنى لحد لما يشرب الميه خالص. انا كل ده ما حطيتش اي ماده دهنيه، حطيت فلفل اسمر بس. تمام. هنا خلاص بعد ما بعد ما الميه كلها نزلت، عندي هنا كاري وكركم وتوم بودره وبصل بودره وملح، وطبعا فلفل اسمر انا خلاص اديتها كفايتها في الفلفل الاسمر. البهارات تاني: كاري وكركم، توم بودره، بصل بودره، وملح. كل ده ما نزلتش عندي بحاجه. خلاص بعد ما امتزجت البهارات مع قطع الفراخ، هنزل عندي بزيت، وهخش بقى في مرحله اللي انا اشوحها في الزيت. لو حد بيعمل دايت وحابب يحط مثلا شويه زيت صغيرين، هتبقى حلوه جدا وهتبقى اكله صحيه يعني، لان هي ما فيهاش اي حاجه يعني دهون كتير. انزلي بحبه زيت صغننين جدا وحطيهم. بعد خلاص ما خدت التشويحه، نزلت عندي بحوالي 4 فصوص توم. وقلبتهم لحد ما ريحتهم تطلع كده وتبقى جميلة. هنزل بقى عندي هنا بنص كوباية خل. زودي في الخل ما تقلقيش، فعشان كده حاولي قللي شوية في الملح، عشان خاطر ما تملحش معاكي وتبقى حادقة. هنزل عندي هنا من نص الكوباية الا ربع كمان خل، لان هي لازم تنزل صوص كده. الصوص ده هو اللي بيخلي الرز طعمه تحفة. بصوا زودوا شوية خل تاني، ما تسيبوهاش على النار كتير. مجرد ما الخل ياخد غلوة بس، خلاص كده هي استوت معايا. تمام وكده جاهزة وبألف هنا. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، وفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. بنقدم جنبها شيبسي، وبناكلها كده أكلة جميلة وخفيفة، وهتعجبك جدا. أتمنى إن الأكلة تكون عجبتك وعجبك الفيديو.